اهلا بكم ومرحبا في يوميات ام العيال. بصوا مش عارفه هبدا كلامي ازاي، بس ده اول فيديو هينزل هنا على القناه بعد غياب كتير زي ما انتوا عارفين. جالي كده حاله من اليأس فبعدت ورجعت تاني، ما التزمتش هنا. يعني لو كنت التزمت وكنت لقيت حد يشجعني كنت فضلت مستمريه ومكمله، بس ادينا رجعنا تاني والله المستعان. ويا رب يا رب يرزقنا من حيث لا نحتسب انا وانتوا جميعا. قناه هنا اسمها عالم نور 33. لو حابين نغير الاسم اكتبوا لي في التعليقات، وعايزاكم بقى تعملوا ايه، تشمروا كمامكم الحلوين وتصلوا على النبي في التعليقات قبل ما تكملوا معايا، وتحطوا لايكات كتير وتعملوا شير للفيديو. ولو انت جديده يا ست الكل هتشتركي في القناه وهتفعلي زرار الجرس عشان يوصلك مني ان شاء الله اشعار بكل فيديو جديد هقدمه معاكي الفتره الجايه. انا عايزاكي تقولي لي كده، يعني خليكي صريحه معايا، قولي لي كده بما يرضي الله، انت بتغسلي المواعين كم مره في اليوم؟ يعني انت زي اختك كده في الله بتغسلي كل ما يكون عندك حبه مواعين اول باول، ولا بتسيبيهم بقى يتراكموا والحوض تلاقيه مليان على تربه عينه كده فوق الحوض وتحت الحوض وتلاقي عندك مواعين كتير؟ عايزه اقول لكم حاجه واتكلم معاكم في الفيديو ده وافتح لكم قلبي شويه. بس قبل ما افتح لكم قلبي واتكلم على قبل الجواز وانا بنوته وقد ايه كنت كسوله وما بعملش حاجه وما كنتش بنفس الهمه والنشاط اللي انا فيها في بيتي دي، عايزاكم تشوفوا لي الخلطه بتاعه المحشي بتاعتي. يا جماعه انا عليا خلطه محشي بعملها بطريقه ستي، يعني يامي طعمها بيكون تحفه وخطيره، وخلطه محشي فاخر من الاخر كده. فلو عملتيها تحسي بطعم، مش عارفه يعني، هتحسي كده بالاكل بتاع جدتنا والدتي. ربنا يا رب يديها الصحه ويبارك في عمرها يا رب، ويعوضها كل الخير عن سنين التعب اللي هي تعبتها. هي كانت يعني ايه، مامتها توفت وهي صغيره قوي ماشي، فكانت بتتعلم الاكل بقى من ايه، من حماتها. قبل ما تتجوز طبعا كان من جيرانها كده، يعني هي اللي حكت لي الكلام ده. طبعا انا ما حضرتهوش اكيد، يعني حاجه بديهيه، بس انا حبيت اقول لكم يعني ان انا اتعلمت الاكل من مامتي، ومامتي كانت متعلماه من ستي الله يرحمها اللي هي نينا ام بابا. فعشان كده ليا اكلات معينه بعملها لما تاكليها تحسي فيها ان هي معموله، مش عارفه يعني، تحس ان هي مش مخدومه ومعتمده على طعم الاكل بتاع زمان. انا بحس كده بصراحه. فعليا يا جماعه خلطه محشي امي اللي معلماها لي بقى، الحمد لله الحمد لله الحمد لله بشهاده الناس اللي موجوده في حياتي نفسي في الاكل حلو. فدي حاجه في حد ذاتها كويسه. انا ستي على فكره الله يرحمها كانت بتعمل اكل حلو قوي. المهم نيجي بقى لحته الكسل. وانا بنوته انا كان بابايا بيتخانق معايا عشان اعمل الحاجه في البيت. والله العظيم زي ما بقول لكم كده، يعني كان يديني اوردر قبل ما يروح الشغل مثلا ان هو عاوزني اعمل حاجه معينه، ولما يجي يلاقيها اصلا ما اتعملتش. كنت كسوله جدا جدا جدا، ومن قبل ما اتجوز انا كنت يعني ضعيفه جسمي ده كان هزيل ماشي، وما كنتش بتخن خالص، فغالبا ما كانش عندي صحه وعافيه ان انا اعمل اي حاجه. مع شويه الكسل مع الدلع على الام والاب، فما اساسا كنت انتوخه في نفسي. يعني انا بابا مش عايزه اقول لكم كان مسميني ايه عشان ما يبقاش اللقب بتاعي هنا في القناه، بس انا ما كنتش بعمل حاجه خالص. بدات بقى ان انا يعني اتحرك امتى واعتمد على نفسي واشيل البيت عند بابا وماما قبل ما اتجوز. بعد خطوبتي بشويه والدتي ما كانتش قاعده في البيت زي ما يعني ظروفنا اتغيرت خلاص، بقى في ظروف جدت علينا، فخلاص والدتي مش هينفع تفضل قاعده في البيت. وكان في اختيارين، انا كان خطيبي ساعتها منعني ان انا انزل اشتغل ماشي، اللهم صل على النبي، مش عارفه اقول لكم كده ولا لا. فماما قالت لي عشان المشاكل ونتلاشى المشاكل دي انا هنزل انا الشغل، وانتي خليكي ايه يعني راعي البيت وهاتي طلبات البيت واعملي الاكل ونضفي والكلام ده، يعني اللي هو زي ديل كده. وهي الصراحه ما اكذبش عليكم، بيا او من غيري هي كده كانت هتنزل شغل، لان هي طول عمرها واخده على الشقه يعني ما بتحبش تقعد. مش عارفه اقول لكم ايه، بس هي مش بيتوتيه، هي طلعت لقيت يعني نفسها بتشتغل وشقيانه، فهي خدت على كده، الشقه خد منها رقات. المهم دي كانت سفرتنا
ماشي. يوم يوم يا جماعه. عامله كده سفره مشكله مع شويه عصاير مع حبه شيبسي يفتحوا النفس، مع حاجات بقى كده ميكسات ملهاش علاقه ببعض. يمكن كان عندي حاجات في التلاجة، ناجتس مع فرخيه كده صغننه حمرتها مع كام حته كباب حله، وحطيت كله مع بعضه. اللي انا بجهزه معاكم ده اكل اللي بعد كده، يعني مش اكل لنفس اليوم، احنا خلاص اكلنا والحمد لله. الحله اللي انا بعملها دي عملتها على مراحل عشان خاطر عينها في التلاجة. الدربكة بتاعة البيت مع الأولاد مش طول الوقت بعرف أعمل الأكلة دي بصراحة، فلما يعني بستنهز الفرصة إن أنا أجهزها وأخليها على التسوية بتفرق معايا كتير، بتوفر عليا وقت ومجهود وفرهضة يوم. المهم إن أنا كنت عايزة أقول لكم إيه بقى، أنا نسيت والله. المهم يعني إن وقتها انا اتعلمت ان انا المفروض بقى كده انا بقيت مسؤولة عن عيلة كاملة، اكل يكون جاهز بمواعيد، طلبات وخزين في البيت ناقص يتجاب. يعني مثلا اطلع اجيب طلبات البيت، كان اخويا اللي هو اصغر مني، اصغر واحد خالص، مش اللي ورايا على طول، اللي بعده بقى اصغر حد خالص بصراحة، كان معايا. هو كان يعني انا كنت بعامله كاني انا امه، وهو كان بيتعامل معايا كاني انا مامته، يعني انتوا فاهميني، يعني يعتبر انا اللي مربياه. فالمهم من هنا بقى شلت المسؤولية، بقيت عارفة يعني ايه بيت. مش بصوا انا مش هقدر اوصف لكم قد ايه بوظت اكل قبل ما اتجوز اصلا في بيت والدي ووالدتي. يعني البفتيك اللي هو اسهل اكل انا بعملها بالنسبة لي دلوقتي، وبعملها في افخم عزومة تشرفني، انا ياما بوظتها في بيت ابويا. ومن زمان اصلا معروف قد ايه ان اكلة البفتيك دي غالية، او قطعية البفتيك نفسها غالية. وانا كنت ببوظها وكنت بحرق الاكل. وماما يعني لو بابا كان جه يتكلم معايا كانت ماما تقول له سيبها تتعلم، امال هي هتتعلم فين؟ كنت اجي اعمل احنا كنا واحنا صغيرين بنحب قوي الشعريه باللبن بالسكر والكلام ده، كنت بعملها لهم والله العظيم لابسه، عارفين اللي هو عجينه. كل ما افتكر الحاجات دي بقعد اضحك واقول انا اتعلمت كتير. قبليها بقى قبل الحوار ده كله، قبل الخطوبه وانا كنت لسه عيله خالص، برضو حصلت ظروف عندنا ان والدتي كان دراعها مكسور، وكانت مركبه شرايح مسامير في ايديها، وما كانش في بديل غيري. يعني كنت انا المفروض اغسل مواعين، اراعي عيال يعني اخواتي اللي اصغر مني، ماشي، وانا كنت اصلا محتاجه اللي يراعيني. فيا جماعه لا، انا شلت المسؤوليه من زمان. ايوه كنت بتدلع، جت عليا فتره اللي هي انتوا عارفين فتره التيج بتاعه البنات، اللي هي عايزه تبقى زي اصحابها، عايزه تخرج، فتره اللي هي بقى بتعدي بيها فتره المراهقه، تغيير الشخصيه، الحاجات دي كلها. انا مريت بكل الكلام ده، بس يعني كان مقفول عليا في نفس الوقت. ما كنتش شايله المسؤوليه في بيت اهلي، بس قبل ما اتجوز بشويه شلتها واتدربت عليها واتعلمت حاجات كتير. بعد الجواز بقى الموضوع اختلف 180 درجة. لقيت نفسي انا في حاجات ما كنتش بعملها في بيت والدي ووالدتي بقيت بعملها في بيتي عشان ما فيش بديل. يعني انا مثلا لو كنت اتدلعت في بيت ماما، هي كانت بتشيلني عشان ما اتضربش مثلا، يعني عشان ما اتعاقبش من بابا ان انا ما عملتش الحاجه اللي قال لي عليها. يعني مثلا ما غسلتلوش الحاجه اللي قال لي عليها، جه لقى المواعين في الحوض زي ما هي، يقعد بقى بصوا اسطوانه، ما بتعملوش حاجه، على طول قاعدين بتتفرجوا مش عارفه ايه، واللي بتطلبوه يجيلكوا. وانتوا عارفين بقى الموشح بتاع الاب والام اللي اسطوانه احنا ممكن نقول عليها بينا وبين نفسنا كده، الاسطوانه المشروخه دي. انتوا مش حافظين غير الكلمتين دول، بس صدقوني والله العظيم يا جماعة كله في الاخر بيفرق. انتي لو اتعلمتي في بيت اهلك النظافة، في بيتك بتكوني نظيفة. اتعلمتي في بيت اهلك ان انتي تشيلي مسؤولية وتكوني مسؤولة وتعملي اكل، بتبقي ست بيت شاطرة. ايوه بعد كده بتتعبي في عيشتك، لان طبعا الست لما بتيجي تتجوز وتقعد تقول معرفش وتتدلع بترتاح، ما مكذبش عليكم، غير لما واحده بتبقى شايله المسؤوليه وشايله الطين وتحاول تجتهد وتعمل افضل ما عندها، وفي الاخر يتفه من مجهودها ده ويتقال لها وانت بتعملي ايه؟ هو ايه الجديد اللي انت بتعمليه؟ يعني انت مهما تكوني شقيانه وتعبانه في بيتك بعد الجواز، في الاخر بيتقالك وانت بتعملي ايه؟ انت بتعمليش حاجه وانت قاعده. لو جه لقاكي ماسكه التليفون هيقولك انت طول اليوم قاعده على التليفون، وانت تبقي لسه يا دوبك بتريحي رجلك قبل ما هو يخش مثلا من باب البيت. توته الصوت بعد اذنك، الصوت يا ماما. المهم
برضو بعد الجواز البنت يعني لما بتيجي تتجوز في بداية جوازها، لما بتبقى مراعية مثلا بيتها بزوجها بس بنفسها، كل حاجة حواليها بتكون نظيفة، غير بعد الجواز مع خلفة بقى. يعني معاكي عيال حرفيا البيت ما بيبانش عليه نظافة، الكركبة بتبقى في كل حتة، بتلفي اللي تعمليه 20,000 مرة عادي ورا بعض كل شوية، ومجبرة ان انتي تعملي كده، وبيبقى على قلبك زي العسل. ف الجواز بيعلم الصبر. يعني لو انت كنت بتصبري قبل الجواز، بعد الجواز هتصبري اكتر وهتستحملي اكتر عشان خاطر بيتك وعيالك. فالله المستعان. انا حبيت ان انا افتح لكم قلبي في الفيديو ده، اعتبروه فيديو تعارف لو اي حد بيتفرج عليا لاول مره. انا مش هكذب عليكم واقول لكم انا عشت حياه مرفهه وكنت انا كنت متدلعه بصراحه. يعني انا برغم ان احنا حالتنا الماديه ما كانتش واو قوي، بس انا كنت متدلعه، اهلي كانوا مدلعيني في اكلات كتير ما كنتش باكلها بقيت مجبره اكلها بعد الجواز. وفي يعني كان ليه سيستم معين انا كنت ماشيه بيه في بيت بابا. انا والدي كان عامل لي مصروف، انا ممكن بعد الجواز انا ماليش مصروف، يعني فاهميني. ف يعني الحمد لله رضيت وكنت قنوعة بحياتي، والحمد لله أنا شايفة حتى لو أنا ماديا مش أفضل حاجة، بس لأ، أنا ربنا رضاني كتير في حياتي. والحمد لله، يعني الحمد لله على كل حال، والحمد لله على كل حاجة. الحياة محتاجة اللي يعافر فيها عشان يعيشها. فيا جماعة الصبر مفتاح الفرج، والحياة محتاجة المعافرة، ومحتاجة ان انتي تكوني قد المسؤولية دي، وان انتي تجتهدي. وحتى لو كنت في بيت اهلك ما بتغسليش المواعين كل شوية، معلش انا عيالي حواليا فعاملين يعني بصوا مشتتين تركيزي. حتى لو انا في بيت اهلي ما كنتش بغسل المواعين، ولا اي معلقة تتوسخ اخش اغسلها، لان انتي في بيت اهلك ماشي كان بيبقى معاكي اخوات اكبر منك، ومعاكي امك وابوكي، ومهما تقولي ما تعملوش كذا كانوا بيعملوا، فما كنتش بتعرفي تسيطري على الدنيا دي. يا جماعه انا في بيت اهلي ما كنتش زي ما انا في بيتي، ودي سنه الحياه ودي طبيعتها، لان انت كنت بتبقى عايزه تبقي زيهم. يعني انت لو مثلا في حد في اخواتك مهمل مش شايل المسؤوليه معاكي، فانت هتقعدي تخدميه ليه؟ ما انت بيشيلوك الطين اكتر، فهمتي؟ انما في بيتك مفيش بديل، انت اللي لازم هتنضفي، وانت اللي لازم هتهتمي، وانت اللي هتشيلي المسؤوليه. لو ما عملتيش كده الدنيا هتبهوأ منك، مش هتلاقي حد يخبط على بابك يقولك انا انضف لك بيتك بعيالك. لا معلش انا اسفه، لو بيتك عفن محدش هينضفه غيرك برضو. ده غير بقى الكلام اللي هيسم بدنك كل شويه من شريك حياتك اللزوز اللي المفروض يشيل معاكي. لا هو مش هيشيل، هو هيحط عليكي. فعشان بس الناس اللي بتقولي انت عامله لنا فيها نظيفه وانت في بيت اهلك كنت بتعملي، لا يا جماعه ما كنتش بعمل، وكنت متدلعه، بس مجبره في بيتي اعمل عشان محدش هيعمل. فهمتوني كده؟ وبس. والله يا اخواتي يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم. احب افكركم ان ده فيديو نازل على القناه الجديده، لو اول مره بتشوفوه هتحطوا لايك وهتعملوا اشتراك وهتعملوا شير. يعني اهم حاجه الاشتراك في القناه، وتفعلوا زرار الجرس وتعملوا شير للفيديو. واسيبكم في حفظ الله ورعايته، اقول لكم سلام.